ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في احسن حال. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اخر فيديو نزلته. طبعا بقالي فترة طويلة ما نزلتش حاجة، بس يعني الحمد لله. ده روتين يومي، طبعا روتين يومي لكل ستات البيوت. الاكل بقى والمواعين والبيت والولاد وكل الكلام ده. النهارده هنعمله رز معمر وبانيه مشوية. طبعا اول حاجه تجيبيها لازم البانيه تتبليها قبل منها بفتره وتشيلها في التلاجة. جبت البانيه غسلتها، طبعا عملت لها ميه بخل بليمون بشويه ملح بشويه سكر، وبعد كده غسلتها كويس وحطيت عليها بقى ايه البهارات بتاعتي. دي بهارات فراخ وزعتر وملح وفلفل وليمونه. بس البابريكا، وحطيت بابريكا، بس البابريكا دي للأسف يا جماعة لون، يعني بجد اللون طاغي جدا على البانيه. وشوية خل، طبعا خل هاينز بقى اوفر قوي 18 جنيه. وشوية زيت عشان ما اجي اشويها طبعا ما تلزقش معانا في الطاسة. هقلب بقى كل الكلام ده واحطها في التلاجة. دلوقتي بقى كان عندي ده سكر تموين، طبعا الفرد الواحد كيس سكر واحد وازازة زيت فقط لا غير. الاول والله العظيم 3 الواحد كان بيجيب المنظمات دي عشان يملاها سكر ورز. دلوقتي للأسف المنظمات فاضية، ولا في سكر ولا في رز. حسب الله ونعم الوكيل. دلوقتي برضو ده رز سايب، الكيلو عامل 26 جنيه، بس حلو ماشي الحال. برضو ده كان كيلو وقلت افضيه. برضو انا كنت جايبه كذا منظم من دول عشان احط فيها. كنت يعني الواحد بيحط ب6 كيلو رز، 8 كيلو لما كان بقى ب18 وب16 والكلام ده. ده كان باقي حبة كده عندي من كيلو قديم، حطيتهم على الكيلو الجديد. وعشيله بقى في دولاب الخزين. طبعا كل حاجة بتمسكيها بتمسحيها ايا كان بقى. دلوقتي بقى هخش على المواعين. اول حاجة هعملها هصب الرخامة بالليفة، وبعد كده امسحها علشان احط الفوطة اللي بنشف عليها، وابدأ بقى ايه يومي في المطبخ زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ده روتين يومي. والله العظيم فعلا ده روتين صباحي ومسائي. وهنعمله ايه؟ ربنا يعيننا يا رب، ويقوينا جميعا يا رب يا رب. طبعا تخلي رخامتك زي الفل، وبعد كده تحطي الفوطه اللي هتنشفي عليها. دي كانت فوط مطبخ، طبعا مش بستعملها لما مثلا بمسح ايدي او اي حاجه في المطبخ. فخليتها ان انا احطها كده على الرخامه واجفف عليها المواعين اللي انا بغسلها. طبعا انا كل يوم بغير الفوطه دي. دلوقتي بقى هما يعني انا والله كنت غاسله المواعين، بس يعني الحمد لله طبعا قمنا فطرنا والولاد وكده. فعندي شويه المواعين دول هغسلهم بقى. يعني واحنا بنغسلوا مواعين كده في موضوع مهم عايزه اكلمكم فيه. موضوع الرضا. يعني الحمد لله، يعني طول ما الواحدة بترضى باللي ربنا قسمه لها بيديها طبعا اكتر بكتير ما هي تتخيله. يعني ترضي بحياتك وبأولادك وبدنيتك وبكل حاجة. بجد الرضا ده كنز كنز. يعني انتي طول ما انتي راضية بحالك وببيتك وبحياتك مع زوجك بيبقى فيه كده راحة بال. بس ساعات بصراحة اوقات كتير بيجيلنا كده وقت بتحسي ان انتي مخنوقة، متضايقة، ما عندكيش طاقة. وفعلا في يعني كلمة عجبتني جدا، ان طاقتي خلصت بجد والله. ساعات الواحدة بيجيلها كده لحظة بيبقى مودها وحش جدا، نفسيتها تعبانة. هي الحمد لله والله بتبقى راضية وبكل حاجة حوالين منها، بس ده بتحس ان هي حاجة خارجة عن ارادتها. ان هي تبقى متضايقة ومخنوقة ودايما عايزة تعيط، دايما مهمومة، دايما مش حابة تكلم حد. فمش عارفة السبب، بيبقى يعني ربنا وحده هو اللي يعلمه بجد والله.
ودي اوقات كتيرة كلنا بنمر بالفترة دي. وانا للاسف الفترة دي انا بمر بيها دلوقتي، عشان كده ما بحبش انزل فيديوهات ولا اشتغل اصلا على القناة. دلوقتي بقى هنعمله رز معمر جنب البانيه المشوية. جبت كوبايتين من الرز، بحط عليهم كوبايتين من الحليب او اللبن وكوبايتين من المية. لو عندك شوربة تمام، حطي كوبايتين شوربة بدل كوبايتين المية. بجد والله طلع في منتهى الجمال. وهتحطي معلقتين ورشة كده من الملح، طبعا لكل كوباية رز معلقة ملح. وهحط يعني نص معلقة صغيرة سكر. بيديله يا جماعة طعم حلو جدا، بيخليه بجد في حتة تانية خالص. عندك بقى قشطة من بتاعة اللبان او كريمة لباني حطي. بس بصراحة انا بحس ان هو تقيل قوي. ده وش اللبن، بس انا جايبة اللبن في نفس اليوم وغليته، فالوش يعني ما تقلش قوي. الوش اللي هو بيبقى الرفيع ده حطيته، لان انا عندي اولادي ما بيحبوش قشطة اللبن، فقلت استغلها واحطها على الرز المعمر. زي ما بقولك، لو عندك قشطة او كريمة حطي. دلوقتي دي زبدة كنت جايباها، زبدة كريستال حلوة يا جماعة مش وحشة. حطيت كده 3 مكعبات من الزبدة. كانت وقت ما انا جبتها ب68 جنيه، وقت ما عملت فيديو المشتريات اللي على القناة. دلوقتي بقى هجيب طاسة اسخنها كويس جدا جدا جدا، وانزل بيه كمية البانيه اللي معانا. ده نص بانيه يا جماعة عامل 90 جنيه. وربنا يا رب يرحمنا برحمته، بجد الواحد مش عارف الدنيا رايحة بينا على فين. الواحد كان بيجيب الكيلو ب70 او ب80 جنيه، دلوقتي النص ب90 جنيه. واحنا ولا حول ولا قوة الا بالله. طبعا الصوص واللي احنا حطيناه البهارات والحاجات دي كلها حطها عليها. طبعا تسيبيها النار عالية شوية، اول ما تنزل ميتها وتمتصها، تقومي وطيه عليها لحد ما تستوي معاك. طبعا لازم اروق على نفسي وعلى الاولاد. بعتنا جبنا ايس كريم مشكل ب20 جنيه دي، ورز بلبن سادة ب12 من عند جيلاتي فهمي اللي في المنشية. وجبنا رز بلبن بالنوتيلا ب22. يا رب يكون الروتين عجبكم. والله انا طالعه اعمل الروتين بس عشان بجد القناة تشتغل وما تقفش، لكن والله فعلا الواحد نفسيته زيرو. فانا مش حابة ان انا اديكم الطاقة السلبية اللي انا عايشاها اليومين دول، فبجد اعذروني. وبحبكم جدا جدا في الله، توحشوني. اشوفكم على خير يا احلى متابعين، مع السلامة.